السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة على الجميع. صلوا على النبي يا جماعة. حابب أتكلم على موضوع زيزو باختصار شديد وبصراحة شديدة، والمصدر موثوق منه قوي قوي. أنا بقالي فترة كبيرة داخل على سنة كده ولا حاجة، سنة ونص، بجيب لكم الأخبار الصح. أنا الوحيد بفضل ربنا سبحانه وتعالى والله. هل زيزو فعلا مضى للزمالك؟ هل زيزو فعلا قاعد في الزمالك؟ هل تم الاتفاق بينه وبين أبوه اللي قاعد في المنيا؟ هل زيزو في حد كلمه وراح قعد معاه؟ ده كله هنعرفه دلوقتي. ولو حد مش مصدقني يطلع يكدبني، ايا كان مين هو، يطلع يكدبني. ده بالنسبه لزيزو. بالنسبه للنادي الاهلي، اعتقد الناس اللي في الاعلام عندهم وقت كبير، شهر او شهر ونص، يتكلموا على مشاكل النادي الاهلي وغرفه خلع ملابس النادي الاهلي، ولاعيبه النادي الاهلي اللي مش عايزه تجدد، ولاعيبه النادي الاهلي اللي مش عايزه تطلع الدكه وتنمرض، ولاعيبه النادي الاهلي اللي مش فارق معاها النادي الاهلي وجماهيرها، بس للاسف واخدين نادي الزمالك ماده للاسف. فانا واحد من الناس ما بسمعهمش والله، خلاص. قبل ما تشوف كل واحد تبص كده تلاقي معظم الناس اللي في الاعلام كدابين 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 وليهم مصالح شخصيه، ما تتفرجش عليهم، اعملوا زي ريحوا دماغكم. خلينا نتكلم في موضوع زيزو. يعني انا قلت لكم زيزو الناس قعدت معاه من 3 شهور او شهرين والدنيا كانت خلصانه، والله العظيم وحياه لا اله الا الله. كل اللي بيحصل في الاعلام وكل الاعلاميين الكبار كدابين. ولا زيزو جدد بفلوس، ولا اتفق على فلوس، ولا حد قعد معاه، ولا حد قعد مع ابوه، ولا حد اتكلم معاه خالص غير من شهرين اتفق على كل حاجه. وزيزو معنوياته ارتفعت ونزل الملعب وشاري نادي الزمالك. يعني ايه شاري نادي الزمالك؟ اصلا طالب فلوس كتير. ما هو زيزو في ال5 سنين كان عنده في نادي الزمالك، اللي هو الوحيد على مستوى نادي الزمالك 112 سنه و115 سنه. في ال20 سنه اللي فاتوا ما في مخلوق في نادي الزمالك عمل اجوان ولا اسيستات ولا رفض عروض زي زيزو. فزيزو شريك، فما تدخلش الزمالك خصم، جمهور الزمالك خصم. زيزو شريك من زمان. في لعيبه جات لها عقود مشوا باعوا النادي. زيزو جاله عقود كتير ما باعش النادي. طب زيزو كان عقده كام في ال5 سنين دول؟ من 45 ل 50 مليون في ال5 سنين كلهم. واللي جنبه كان بيلعب ب 100 مليون و80 مليون وما اتكلمش. فهل لما يجي له رزق العيال ورزق البيت يقول بقى يا عم نادي الزمالك العام لك ونزل؟ طب ما هو برضه يا جماعه انت نادي كتير عشان خاطر نادي الزمالك. هو كل حاجه لازم نادي الزمالك هو اللي عامل نادي؟ طب ما طبعا نادي الزمالك عملنا كلنا، وهو ما اثرش معانا في حاجه. دلوقتي لما جيت له بحقه من نادي الزمالك ولو ساب حقه بقاله 5 سنين بقى زيزو وحش. اعتقد ان الجمهور نادي الزمالك مش خصم في الموضوع ده. جمهور الزمالك مش غير البطولات وزيزو يجدد ويجيب صفقات. ده الكلام المحترم اللي اتقال، غير كده ما حدش اتقال. محدش بقى اللي عايزنا يمشي ولا ده كله هكس. هو ده كله هكس. ولاد شارينا شارينا طبعا. طب ايه الجديد اللي يحصل في موضوع زيزو؟ خد المفاجاه بقى. اللي انا هقوله ده على مسؤوليتي الشخصيه. زيزو لغايه وقتنا هذا ووالده، انا بقول لك زيزو في الاهلي. دول يا اسس زيزو في النادي الاهلي. ما هو مش هيضحي مستقبله عشان الناس مش عارفين يجددوا معاه، او الناس مش عارفه تفاوض معاه. هتقول الاداره سيئه ولا لا؟ انا على فكره عايز الاداره جدا والله، بس كان لازم يبقى عندهم حلول. انا عايزهم في المليارات اللي دفعوها خاطر النادي، عايزهم جامد. محطوطين في حته مش كويسه، ولازم كابتن حسين لبيب وادارته يطلعوا يتكلموا على رجال الاعمال اللي باعوا النادي ورجال الاعمال اللي بدعم النادي، من ضمنهم ضحى عباس طبعا. يعني انا بحترمه جدا الراجل ده، لان كنت واخد فكره عنه وحشه بصراحه انا كمان. يعني انما الراجل ده بصراحه لا، الراجل ده جامد يا جماعه وبيساعد النادي فعلا. وعجبني احمد سليمان في قناه الزمالك طلع مع نجمين كبار. عارف تحس ان انت بايه بتتفرج كده. قناه الزمالك بقت جامده في الوقت ده. احمد سليمان اتكلم بصراحه وراجل بصراحه. انا واحد كنت منتقده على اللي شفته. لا، الراجل ده حاطط رقبته عشان خاطر نادي الزمالك وجماهيره، ومعاهم نجوم كبار. محمد صبري وابو العيال طبعا نجوم كبار جدا يعني محترمين يعني. طب المفروض يا استاذ نعمل ايه؟ لا، المفروض يا جماعه زيزو يعني اللي قالوه ده ممكن يزعل الناس. لا استفاد بالفلوس اللي هتجيله الفتره دي ال 300 مليون، لا ولا هنلاقي زيزو ولا ال 300 مليون. ساعتها بقى المفروض نعاتب مين ونكلم مين. ساعتها الموجه هتعلى قوي قوي، انك ما استفدتش منه ماديا ولا فنيا ولا ماديا ولا فنيا. اتمنى من الاداره بجد يعني كل دعم ليها، كل توفيق ليها. الموضوع صعب طبعا، بس احنا صعبنا على نفسنا. اتمنى التجديد لزيزو، نجيب صفقات ونجدد اللعيبه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا اللي شاغل كل جمهور الزملكاوي والزملكاوية دلوقتي هو تجديد زيزو لنادي الزمالك. طبعا احنا شايفين الوضع الحالي بالنسبة للكوارث المادية في نادي الزمالك بقالها كتير جدا وبقالها سنين طويلة، وشايفين الكوارث طبعا في وقف القيد وفي الصفقات الفيشنج والصفقات اللي كل شوية بيجيبوها لما تجيب لي 8 مراكز في مركز واحد في خط النص. النهارده اسامه حسن بيتكلم ان زيزو مضى للنادي الاهلي.
هل الكلام ده صحيح؟ الله اعلم. من حق زيزو يمضي. كل واحد دلوقتي النهارده، احنا يا جماعه الخير الرياضه النهارده اصبحت استثمار، وقلناها مليون مره، الرياضه استثمار، ما فيش حاجه اسمها ابن النادي. اصله مش هيفضل مخلد، هو لا ابن النادي ولا حاجه، هو ما كانش من اشبال النادي زيه زي غيره. الاهلي ما ياما جاب لعيبه ومشى لعيبه وخلصت وانتهت ومفيش مشاكل. لكن للاسف احنا عندنا الجمهور عاطفي شويه، يعني الجمهور عاطفي شويه. اسامه حسن بيقول لك اللي انا اعرفه دلوقتي ان زيزو مضى للنادي الاهلي، مش مجددين معاه بقالهم فتره، بقالهم 6 شهور. طب والكوارث الفنيه كمان، والكوارث اللي موجوده داخل النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده عنده مباراه الساعه 9 مع شباب بلوزداد في دوري الابطال. بيلعبوا فين؟ بيلعبوا في الجزائر. عندنا اخطاء دفاعيه، وعندنا اخطاء في عدم تجديد بعض اللعيب. احنا بنشوف اكرم توفيق النهارده، بنشوف الشناوي، بنشوف النهارده اللعيب النهارده بيتمرد على النادي اللي عمله. يا جماعه الخير الكوره خلاص اصبحت استثمار. النهارده اللعيب بيبص للماده، مفيش اللعيب النهارده اللي يقول لك ايه انا امضي على بياض. ما عادش فيه الكلام ده، وشيلوا من قاموس حساباتكم والكلام اللي كنا بنشوفه والعاطفه اللي كنا بنستعطفها زمان مع اللعيبه. ما عادش فيه الكلام ده يا جماعه، خلاص. النهارده العيشه والحياه والدنيا بقت صعبه، كل واحد عنده بيته وعنده التزاماته، عنده اولاد وعنده كل حاجه. احنا مش هنزعل ان ده راح هنا، ولا ده اكرم مشي، ولا الشناوي مشي، ولا امام عاشور مشي، ولا كهربا مشي. يا جماعه الخير الرياضه اكبر من كده بكتير، وما تصعبوهاش على نفسكم. احنا ليه بنصعبها على نفسنا؟ ان كان جماهير النادي الاهلي ولا جماهير نادي الزمالك، ما اللي يمشي يمشي. الناديين دول اكبر انديه في الشرق الاوسط، مش في افريقيا بس. احنا ليه بنعمل في نفسنا كده يا جماعه؟ بصوا بس بعين الاعتبار ان كل واحد النهارده عنده بيته وحياته واسرته، وحقك يا عم تمشي خلاص براحتك. زمان كانوا بيلعبوا ببلاش، انت بتتكلم في 50,000 و100,000 و200,000 و300,000 وخلصت وانتهت، ويمضي اللعيب من هنا. كان عدل القيعي قعدوا يمضيه وخلصت. خلاص النهارده الاهلي ما هوش عارف النهارده يجيب ونجين، ولا عارف يجيب بديل لوسام ابو علي. في لخبطه في الرياضه المصريه، ان كان من النادي الاهلي وان كان من الزمالك. ومش هنكذب يا جماعه، مش عايزين نكذب على بعض. احنا في تدهور مستمر، في تدهور كبير جدا في الرياضه المصريه. احنا شايفين النهارده النادي الاهلي ربنا يسترها عليه، لو طلع تعادل يبقى فضل ونعمه من عند ربنا. هو اول مجموعته، لكن برضه لو طلع بتعادل كويس جدا. احنا شفنا الماتش اللي فات بتاع انبي عامل ازاي، كانك بتلعب مانشستر سيتي ما بتلعبش. يعني انبي 15 على الدوري. ايه يا جماعه؟ مش كده يا جماعه الخير، وارحمونا بقى، ارحمونا. الصفحات دي عماله تشتم في الاهلي، والصفحات دي عماله تشتم في الزمالك. والله ما مستاهله يا باشا. يا عم اسامه، اللي يمضي يمضي، واللي يقعد، واللي يمشي مع السلامه. انا عن نفسي انا واحد من الناس، انا ما اتمناش ان يكون زيزو موجود داخل النادي الاهلي. شوفوا اللي انتوا بتحبوه واللي انتوا طالعين بيه السما وعمالين تقولوا كاني وماني وما اعرفش ايه. لو صدقني لو راح النادي الاهلي، جماهير نادي الزمالك مش هتسيبه في حاله ابدا، وانا متاكد مليون في الميه. انا عارف انا بقول لك ايه. عملوها مع كهربا، عملوها مع امام عاشور. طب ما انتوا لعيبه من الاهلي يا ما راحت الزمالك عمرنا ما اتكلمنا عليها. يا عم اللي يمشي يمشي واللي يقعد. كبروا دماغكم. اتكلموا النهارده في الحكام، اتكلموا النهارده في الاعلى الاعلام اللي نزل قرارات لا انزل بها من سلطان. ايه يا عم القرف ده؟ بتبوظ منظومه اعلاميه، تقول لك بس مباشر ما اعرفش ساعه. ايه اللي احنا جايبينه؟ ايه القرف اللي احنا جايبينه لنفسنا ده؟ مش في شركات، في دعايه، في اعلام، في منظومه شغاله تحت الناس دي كلها. الناس دي ما بتفكرش، الناس دي جايه تخرب مصر، الناس دي بتخرب مصر. الناس دي لو بتفكر صح وبتفكر على طول عمرنا ما احنا كبرنا واحنا بنشوف التحليل ده. من امتى يعني؟ من امتى هتبقى ساعه؟ مش فاهم انا يعني ايه المغزى في كده. ايه عشان تشغل قناه ام بي سي وابراهيم فايق ومدحت شلبي ومهير عبد الهادي، الناس دي تشتغل عمالين يحولوا كل الرياضيين عندهم خلاص انتهت. في ايه يا عم؟ نتكلم في ده، واحد ذكر يطلع يتكلم في ايه القرف اللي احنا عايشينه ده؟ بجد والله احنا عايشين النهارده في منظومه فاشله من اولها، من اول كبيرها لاصغر واحد فيها. لازم نناقش كل المشاكل بتاعه الكره المصريه والرياضه المصريه. هو ده اللي نتكلم فيه. نقعد نتكلم بقى ده مشي، لا ده زيزو هيقعد،
زيزو يمضي يا عم، وربنا في حاجات اكتر من كده بكتير وحاجات افيد من كده بكتير جدا لازم نتكلم فيها. اتكلموا فيها يا جماعه، في ايه؟ مالكوا حاطين راسكم في الرمل ليه؟ مش كده.